السلام عليكم، صحة رمضانكم. اليوم راح ندير معاكم كسرة رخسيس قال مية. نبداو أول حاجة نجيبو هنايا سميد، نديرو 3 سحفات بالبول تاع الشوربة، يجيوكم 3 خبزات، نحطو عليهم فنجال تاع زيت كي من هاكا، ونحطو عليهم مغرف تاع ملح كبيرة ومغرف سانوج اختياري، ونحطو مغرف كبيرة تاع خميرة، خميرة الخبز. نحطو الماء دافي، نديرو بيه هاديك الخميرة والملح، هاكا نذوبوهم شوية، من بعد نبداو نبسو سميد هذاك في الزيت ونخلطو كلش مع بعضاه، نخلطو ونرشو بالما بشوي باه ما تجيناش طرية، كون تجيكم طرية من بعد راح تعذبكم. هنا هاني نلم في الكسرة هاذيك، نلم في السميد ونصب بشوية حتى ثاني تلم معايا وتولي عجينة. نبدا نعجن فيها كي من هيكا، نعجنها مليح مليح، ومن بعد كي نكمل لها العجين نروح نديرها، نلوزها نديرها هكا 3 خبزات، نوجدهم من لهنايا ونحطهم نغطيهم ونخليهم واحد ل10 دقايق ولا ربع ساعة لو ماكسيموم باش ما يخمروش، خاطر كون نخليها أكتر رايحة تخمر وما تجيش مليحة. المهم نخليهم 10 دقايق ونجي ديريكت نحط الطاجين يسخن ونجي ديريكت نقرصهم. هنايا نتوما اللي تحكموا في السمك تاعها، تحبوها رقيقة تحبوها خشينة متوسطة كيما تحبوا. هنا كي تعودوا تقرصوا وتشوفوا كيفاه، أنا نحبها هكا متوسطة شوية. المهم هنا طيبتها، يعني هي طيب في الطاجين تاع الطين خير، أنا تكسر لي درت هنايا طاجين تاع الحديد. المهم هاي طابت الكسرة تاعي، شوفوا كيفاه جات، هاني نقصها لكم، تجي قاطو تجي تسخف. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. سلام.